السلام عليكم، انا احمد حسن من فون فري. السوق بقى مليان موبايلات، وبقت المنافسه قويه ما بين الشركات. في الفيديو ده هنعمل قائمه ب10 موبايلات هم الاسوأ في السوق المصري، او 10 موبايلات احنا مش بننصح بيهم. والسبب مش هيكون عشان هم فيهم عيب قاتل، لكن هيكون عشان هم مش بيقدموا احسن قيمه مقابل المال. رقم واحد، هواوي ميت اس بسعر 4300 جنيه ومعالج ضعيف وبطاريه اضعف. ومفيش اي سبب يخليك تسيب الميت 8 وتروح تشتري الميت اس، ده فضلا عن الموبايلات التانية اللي زي النوت 4 والجالكسي اس 7 والال جي 4 اللي في نفس الفئة السعرية بتاعته ويمكن اقل شوية. رقم 2، لوميا 650 بمعالج سناب دراجون 210 بسعر 2000 جنيه بس. رقم 3، اوبو اف 1 بلس 4800 جنيه في معالج هيليو بي 10، معالج ضعيف بيجبرك انك تحطه في مركز متقدم في القائمة دي. رقم 4، HTC One X9 بمعالج هيليو X10 بسعر 4000 جنيه. مفيش أي سبب إنك تسيب الجالكسي S7 أو ال LG G4 أو حتى الميت 8 وتروح تشتري ال One X9 بالسعر ده والمعالج ده. رقم 5، سوني M5 بسعر 3500 جنيه، قبل كده كان ب 4500 جنيه ونزل سعره. معالج هيليو X10 تقريبا زي بالظبط ال One X9. مفيش أي سبب إنك تسيب الموبايلات اللي في الفئة بتاعتهم وتروح تشتري الموبايل ده او الاكس 9. رقم 6، سوني سي 5 الترا موبايل ب 3200 جنيه ومعالج ميديا تك ام تي 6752. رقم 7، هواوي واي 6 برو موبايل بسناب دراجون 210 وبسعر 1400 جنيه. كل الميزه اللي فيه ان بطاريته كبيره، لكن في نفس الفئه دي هيكون موجود لينوفو بي 70 والبطاريته كبيره برضه، لكن اداء المعالج اقوى بكتير. كل حاجه فيه تقريبا اقوى من الواي 6 برو. كل اللي في الفئه دي بقى زد تي اي بليد اس 6 واس 6 بلس وموتورولا موتو جي 3 جنريشن، كل الحاجات دي تتفوق عليه بكل سهوله في كل حاجه تقريبا. رقم 8، الايسوس زينفون ماكس ب 2400 جنيه وسناب دراجون 410. كل اللي فيه هو بطاريه كبيره، لكن لما نيجي نبص على نفس الفئه السعريه دي هنلاقي اللينوفو بي 1 بمعالج احسن وبطاريه اكبر وكمان بتشحن شحن سريع. سامسونج جالاكسي A7 2016 بسعر 4500 جنيه، رغم ان الشاشه بتاعته رائعه والكاميرا كويسه جدا، الا ان المعالج سناب دراجون 615 موجود في موبايل ب 1200 جنيه، لا يصلح ابدا او اداؤه لا يصلح يكون في الفئه السعريه دي، وكان المفروض يبقى ارخص من كده. رقم 10، ده خليه لسلسله HTC ديزاير كلها. السلسله دي ما شافتش موبايل كويس من بعد ال HTC ديزاير 816. من بعد الموبايل ده نزلت مجموعه من السلسله دي كلها موبايلات ملهاش دعم من الشركه، سعرها مبالغ فيه جدا بالنسبه لامكانياتها، وكان في بعضها في مشاكل زي الديزاير 816 جي. كمان معاهم هيكون سلسله الجالاكسي A، برغم انها بتقدم شاشات ممتازه وكاميرات كويسه جدا واداء مقبول، الا انها دايما سعرها مبالغ فيه. كذلك سلسله الجالاكسي جي برضو بتقدم اسعار مبالغ فيها جدا، وكل ده اعتمادا على اسم سامسونج. دي كانت قائمه ب10 موبايلات مش بننصح بيهم لانهم الاسوأ بالنسبه لقيمتهم مقابل المال، او مش بيقدموا حاجه كبيره قوي مقابل القيمه بتاعتهم. يمكن اغلبهم معتمد على البراند بس. اكيد برضو لسه في موبايلات كتير سيئه من شركات تانية، الا ان دول يعتبروا الاسوأ بالنسبه للقيمه مقابل المال بالنسبه لنا. كل واحد يقول لنا ايه رايه في اسوأ موبايلات هو شايفها موجوده دلوقتي من ناحيه القيمه مقابل المال، وهي ايه احسن موبايلات من ناحيه القيمه مقابل المال في الكومنتات. متنساش تعمل لايك للفيديو، تشير الفيديو، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، تابعنا على الفيسبوك انستجرام والمدونة بتاعتنا، وبس. سلام.